اهلا بيكم معانا في فيلمنا النهارده. معانا ومعاكم فيلم الدراما أصن اللي تم اصداره سنه 2019 عشان لو حابب تدور عليه. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش لايكك الجميل، اشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. الفيلم بيبدا معانا باتنين على موتوسيكل في قلب المطره بيخشوا على مطعم، ورادش بيقطع ايد واحد في المطعم وبياخد صاحبه وبيمشي، واللي كان لسه مصدوم من اللي حصل دلوقتي. وين كان شغال مدرس سواقه وكان واقف بيعلم واحد ازاي يسوق، وتليفونه بيرن ومراته بتقول له ان القاضي النهارده سأل ليه الاب ما حضرش، فبيقول لها انه كان في الشغل يعني. لكن القاضي كان عايز رايه ان كانوا يدوا فرصه له ابنه، لكن بيقول اتمنى انهم يحبسوه ويموت في السجن. حتى في المحكمه اهله كانوا معاه، لكن صاحبه رادش كان قاعد لوحده معهوش اي حد. القاضي بيسال اهله عن رايهم، ووين بيقول له انهم ما عرفوش يربوه قبل الحادثه ولازم يخش السجن عشان يتربى. هاو كان نايم في مدرج الجامعه وطبعا بيطرد عشان كده، ولما بيطلع بيلاقي ابوه جاي له وبيقول له انا نسيت اديك الفلوس، وبيديه اجنده هديه، وكان واضح انه معلي اماله عليه وبيعتز بيه. في نفس الوقت كين بتلاقي الباب بيخبط وبتخش واحده هي وبنتها. كين بتعرف ان البنت الصغيره حامل من ابنها هو، وان امها كانت ناويه ترفع عليهم قضيه، خصوصا لما عرفت ان هو في السجن. بنشوف بعدها هو رايح السجن وبيخش على الزنزانه، وين هو قاعد في العربية مع واحدة بتسأله عندك عيال، فبيقول لها واحد. زمايله بيقابلوه، من شكل اللي عملوه فيه واضح انها هتكون فترة صعبة قوي عليه. وين بيجيله واحد بيقول له انه ابو اودن، وده الواد اللي ايده اتقطعت، وبيقول ان المحكمة قالت ان التعويض 15 مليون ين. وين قال له انها مش مشكلتي، روح اطلبها من هو. وفي السجن هو بيستنى اما الكل ينام وبياخد واحد فيهم وبيدور في الضرب، والكل بيصحى وبتبقى شكلة كبيرة وهو بيتبهدل فيها. بيجيله زيارة في السجن وكانت امه جاية تزوره، وهو كان قاعد بياكل في مطعم الكلية. واحدة اسمها يو بتقول له انت بتاكل بالراحة خالص، وبتسأله لسه زعلان من مدرس الادب عشان طردك. في السجن هو بيحاول يعمل هدنه مع الكل وبيديهم اكل من اللي امه جايباه، لكن بيرفضوا، وبالليل محدش منهم بينام، بيفضلوا صاحيين في وش بعض كده عشان اللي هينام الاول هيموت. الجدع اللي قصاده بيحاول يقول جدول الضرب عشان ما ينامش، لكن بيغلط وهو بيصحح له الغلط وبيفهمه الضرب بطريقه مبسطه، زي 5 ضربوه كل واحد قلمين وهكذا. والعلاقه بينهم اتحسنت سنه صغيره. مع يو هاو بيمشي وراها وبيسألها حد بيوصلك، فبتقوله انها بتروح بالاتوبيس، فبيعرض عليها وصلها. كين كانت راجعه على بيتها بعد يوم طويل، وبتلاقي تشاو صاحبة هو قاعده بره البيت، بتاخدها وبتدخلها البيت وبتدخلها اوضه هو، وبتطلع وبتقول لي وين على كل حاجه حصلت مع امها. وطبعا وين بيزعق وبيقعد يزعق تاني، وتشاو بتسمع اللي بيتقاله وبتطلع من الاوضه وبتروح على الباب عشان تمشي، لكن كين بتمنعها. وساعتها هو بيخش وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. بنلاقي كين بتقابل وين، وبنعرف انها مش ام تشاو، انها خالتها، وبتحكي لكين عن اهلها اللي ماتوا في حادثه، وكين بتقول لها انها هتاخد بالها منها لحد ما تولد، وبعدها اللي يحصل بقى. كين بتجيب لتشاو شغل في المحل اللي هي شغاله فيه عشان تمشي حالها كمان. هاو بيخش على امه بيلاقيها متضايقه شويه عشان وين مش عايزها تاخد شاو عشان تزور هو، فبيعرض عليها انه ياخدها وابوه مش هيعرف. هاو بيخش على الشاو بيكلمها شويه، بيحاول يخليها تحس انها في بيتها كده، وبيسالها ان كانت عايزه تشوف هو، وهي بتقول له اه، فبيقول لها هنروح بكره. تاني يوم بيروحوا عشان يزوروه، لكن السجن ما كانش بيسمح لاي حد بره العيله يخش. كان هيمشي لكن بتقول له يخش هو، فبيخش وبيقول له انه تشاو معايا عشان الزياره اللي قبل الولاده، لكن بنعرف ان هو ما كانش عارف انها حامل، وبيتضايق على الاخر وبيقعد يبرطم في الكلام وبيزعق، والحراس بينهوا الزياره. وين بيلاقي واحد جايب عربيه مجاري وماسك الخرطوم وقاعد يرش فضلات البني ادمين في كل حته، وبنعرف انه ابو اودن وبيعمل كده عشان وين يدفع الفلوس، والمدير بيكلمه لكن وين بيقول له معيش المبلغ ده. وفي نفس اليوم بالليل بنروح لاول اللي كان بياخد دش في الحمام، وبيبص لنفسه في المرايه كده، وبيخش الاوضه يلبس هدوم نظيفه وبيروق اوضته. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي باب الجرس بيرن، واحد بيقول لوين في واحد تحت شبه هاو، وبنعرف ان هاو انتحر بدون اي سبب، بدون مقدمات، بدون قرر انه ينتحر، مش عارف ليه. كين ما كانتش مصدقه ان ده هاو، لكن ابوه ما كانش عنده اي رد فعل. الكل بيحضر الجنازه، حتى هو بعد الجنازه بنلاقي يو بتيجي وبتقعد تتكلم مع كين. كين بتعرف ان علاقتهم كانت عاديه ومش قويه قوي. لما بتسالها شفتيه اخر مره امتى، بتقول لها من كام يوم في جنينه الحيوان. كين بتسألها إن كان مختلف بشكل من الأشكال، وهي بتقول لها إن الشعور اللي خدته منه في اليوم ده كان زي كل مرة، يعني كان كويس جدا مع الكل، وأحيانا كان بيبان إنه أدى كل حاجة حلوة للي حواليه ونسي يخلي شوية لنفسه. وهما في طريقهم للبيت سألها إيه هي أعدل حاجة في العالم،
ولما ما عرفتش قال لها انها الشمس، لكن ما قالش ليه وضحك. لما سالته ليه بتقول لها انها ما قابلتوش بعد كده عشان ما عادش بيجي الكليه، ولما كانت بتكلمه ما كانش بيرد. بتقول لها في اليوم اللي مات فيه بعت لها رساله، وكانت مستغربه ان كيم ما قريتهاش، لكن بتقول لها انه مسح كل الرسائل وظبط اوضته وعدل كل حاجه زي ما يكون مش عايز يتعبنا. لما بتبعت لها الرساله كيم بتقراها. هاو كان بيقول ان اعدل حاجه في العالم الشمس، عشان بغض النظر عن خطوط الطول والعرض كل مكان في العالم بياخد فترات متساويه من اشعه الشمس. وبيكمل وبيقول انهم راحوا حديقه الحيوان من كام يوم، الشمس كانت حاميه والحيوانات بتدور على الظل عشان مش مستحمله حراره الشمس. كان عنده شعور مش عارف يوصفه، وكان بيتمنى انه يكون زي الحيوانات دي، انه يعرف يستخبى في الظل. لكن لما بص حواليه عرف ان الناس كمان بتعرف تستخبى في الظل. هي واخوها عرفوا يلاقوا زاويه ضلمه يستخبوا فيها، لكن هو ما عرفش ومش عارف، وما كانش معاه ميه ولا عنده مكان يعرف يستخبى فيه. حراره الشمس كانت معاه طول الوقت. في السجن هو بينهار وبيقعد يجري في الملعب ويصرخ على اخوه، والحراس بيجروا وراه عشان يمسكوه. بيجي له دكتور بعدها عشان يتكلم، لكن مع كل ده وكل اللي بيحصل الدنيا كالعاده بتجري وبتنسى. وابنه هو بيتولد. بعد فتره الكل بيتفق انهم يروحوا السجن والاتنين يتجوزوا، وتمر الايام تاني، واخيرا هو بيطلع من السجن وبيلاقي مراته وابنه مستنيينه. بيدور على الشغل في كل مكان، لكن لما بيعرفوا انه كان في السجن محدش بيرضى يشغله. لكن بيقابل واحد كان في السجن هو كمان وعارف الحال، وبيقول له ابدأ من بكره. كان شغال في غسيل العربيات الغاليه، وكان ماشي في الشغل وامين وكل حاجه تمام. وين كان بينام في الشغل عشان ما كانش عايز يقعد معه، حتى لما بيقعد معاه ما كانش بيعرف يتعامل معاه ومش عارف يبص له حتى. وهو نايم بيلاقي هاو في الحلم وبيقول له انه جاي عشان عايز يشوفه، والاتنين بيتمشوا سوا وبيتكلموا. وفي الاخر هاو بيسيبه على مفترق طريق كده وبيمشي. بيقرر انه يروح نفس الشارع اللي كان في الحلم، وبيخش يجيب سجاير وبيلاقي هو شغال هناك. بياخد اللي عايزه وبيمشي، لكن بيبص وراه بيلاقيهم بيتكلموا سوا. بيساله ايه اللي جابك هنا متاخر، وبيقول له انه حلم بهاو. هو ساعتها بيقول له ان اخوه زاره في السجن، فابوه بيقول له عارف لما خد يتشاو معاه، لكن هو قال له لا، كان في مره كمان قال لي انه جاي عشان عايز يشوفه. وابوه بيستغرب لانه قال له نفس الكلام في الحلم. للاسف بعد كام يوم في شغل العربيات بنلاقي رضيش بيخش على اخوه وهو لوحده في اخر اليوم. كان بيعاتبه عشان ما عداش عليه لما طلع ويطلب منه 15 مليون سلف، لكن بيقول له مش معايا، وبياخد بعضه وبيمشي وبيقول له انه هيرجع تاني. رضيش بيقابل كين وتشاو بيسلم عليهم، بيعرفوا انه قابل هو. وين بيعرف طبعا وبيقرر يروح على شغل رادش عشان يكلمه. بيقعد مستنيه لفتره طويله، ولما بيرجع بياخده على جنب وبيطلع ظرف فيه فلوس وبيقول له عرفت من مراتي انك طلعت، وعارف الحال بيكون صعب ازاي في الاول. راديش كان عارف ان وين بيعمل كده عشان يبعد عن ابنه. بيكمل وبيقول له لما طلعت ما لقيتش مكان اروحه عشان بيتي اتاخد، وما كنتش لاقي مساعده عشان جدتي ما كانش معاها فلوس. كنت فين ساعتها ودلوقتي عايز تديني فلوس؟ وبيقول له اطمن، هو هيكون كويس، على الاقل مش هيبقى زي اخوه. وبعدها بنلاقي هو بيقابل اودن في الشغل وهو بيصلح الصرف بتاع المكان. بنعرف ان 3 سنين عدت من ساعه ما طلع من السجن، وبيتكلموا شويه وبعدها بيمشي. رادش بيروح له الشغل وبيهدده عشان ياخد العربيه اللي هو بيغسلها في طلعه. بياخده على مكان بعيد وبيقول له يعمل له مصلحه، واللي كانت عمليه تبادل مخدرات بفلوس. هو كان عارف ان رادش شايف انه مدين ليه على اللي عمله معاه، وعشان كده قال له ان دي اخر مره. بياخد بعضه وبيروح وبيسلم المخدرات وبياخد الفلوس، والدنيا بتشتي وبيرجع العربيه ما بيلاقيش رادش. بياخدها جري على المغسله بالعربيه وبيغسلها، والدنيا بتعدي زي الفل. بعد فتره من الوقت كين ووين كانوا بيزوروا قبر هاو وبيتمشوا، وهو بيطلع عليه رجاله وبيخطفوه عشان الفلوس ما اتسلمتش. لكن هو بيفهمهم الموضوع، بيقول لهم ان رادش اختفى والفلوس لسه سليمه معاه. بيصدقوه وبيدوه فلوس التوصيل، وبيقولوا له ان رادش مش هيقرفه تاني عشان مات من كام اسبوع. وبيكلموه وبيقولوا له انه اتضرب كتير واتشوه على الاخر، وبيوقفوا العربيه وبيرموه وبيمشوا. اما وين وكين فبيوصلوا الهضبه كلها عشب في مكان عالي، والمنظر من عليها كان جميل قوي. بيقول انه مش مطمن على هو عشان مفيش مستقبل في شغله. فبتقول له بحسره ان ابنه الكبير مات والصغير انت عارف حاله. ساعدته بايه طول طريقه ده؟ ساعدته بايه؟ هو بيسكت شويه، وساعتها بيبدا يحكي لها انه شاف في التلفزيون جريمه وعرف ان رادش هو اللي عملها، وساعتها راح على رادش وعرض عليه كل الفلوس اللي معاه عشان يبعد عن هو، لكن كان عارف انه مش هيوافق، ومن ساعتها ما راحش الشغل الاسبوعين. وبيقول لها انها ما كانتش مهتمه بيرجع متاخر ليه ولا كان فين طول الوقت. وبيقول لها انه كان بيفضل راكن جنب مغسله هو بيراقبه على مدار ال 24 ساعه. بيكمل وبيقول لها في يوم شفتهم هما طالعين من المغسله في عربيه غاليه جدا، لدرجه اني لو اشتغلت طول حياتي مش هجيب زيها.
فماشي وراهم كتير لحد ما هو نزل من العربيه ومعاه شنطه، كان عايز يعمل حاجه لابنه اي حاجه لكن ما كانش عارف. وساعتها رادش نزل من العربيه ووين ما فكرش مرتين وشغل العربيه وخبط رادش بكل سرعه ممكنه، وبيطلع وبيجره عشان يدفنه، لكن الدنيا بتشتي وساعتها بيلاقي رادش عايش، لكن ما كانش عايز رادش يرجع تاني عشان لو رجع هو مش ممكن يبقى الانسان الكويس ابدا. فبيمسك طوبه وبيقتله، بيقول لها ان كل اللي في دماغي وانا ماشي والدنيا بتشتي وان كان هو معاه شمسيه عشان المطر ولا لا، وبيقول لها وانت في الاخر جاي تساليني عملت ايه لابني، وبتعرف منه ان الناس لسه بتساله عنده كام عيل، وبيقول لها في الاول كنت بقول واحد عشان مش معترف بهو، لكن دلوقتي بقول برضه واحد عشان ما عنديش غير واحد. بنشوف في الاخر هو وهو بيجهز الحاجه عشان يمشي في البيت ويعيش في شقه مع مراته وابنه، بياخد امه للشارع، وعلى عكس المرات الكتير وهو صغير اللي كان بيخلي فيها امه تسوق العجله، هو اللي ركب وقال لها تركب وراه وبياخدها في لفه طويله، وفضلت طول الطريق تبص على الشمس وهي بتدفي كل حاجه حواليها، وساعتها تتر النهايه بيظهر. سلام.